اليوم باش نحضروا مع بعضنا هريسة عربي تونسية تهبل بالبنة وتدوم مدة طويلة. خديت كمية من الفلفل الأحمر غسلته بالكدا ومن بعد نحيت له القعمورة متاعو والزريعة زادة، وفما قرينات خليتهم بالزريعة متاعهم، ومن بعد ما كملت هزيت نشرتهم في الشمس نهار كامل باش يشيح من الماء متاعو، وهذه لاستيوس باش يبقى مدة طويلة. ومن بعد ما شاحك النهاير بالكدا في الشمس عودت شللته بالماء، صفيته وحطيته في الكاسكاس، زدت عليه زوز الثوم، وقد ما تزيدوا الثوم يجي ياسر بنين، ونهز الكاسكاس نحطه على مقفول فيه الماء يغلي ونخليه يفور. وباش تعرفوا الفلفل سيد طاب تجربوا الثوم كيما تشوفوا طاب، ومن بعد ما يبرد نرحيه في الرحل العربي والا اي ماكينه عندكم، نفوحوا بالزيت زيتونه كميه باهيه، الملح والتبل وكرويه نخلطهم، وهكا الهريسه متاعنا تكون حاضره فاوحه تعمل الكيف، خير من اللي نشروها من برا وتدوم منا مده طويله. ان شاء الله عجبتكم ريسيت اليوم وتجربوها، وما تنسوش تحطوا لي رايكم في لي كومنتير، وصحه وبالشفاء ليكم.